وكأن الحرب وحدها لا تكفي. عبد صلب أب ل9 أولاد يعاني 3 منهم مرضا نادرا لم يستطع أحد حتى الآن تشخيصه. يبدأ هذا المرض باحمرار في الوجنتين وعلى الشفاه، فضعف في المفاصل وصولا إلى هشاشتها، وانتهاء إلى ما يشبه شللا كاملا. هؤلاء أطفالي أعيش معهم في هذه المنطقة المعزولة عن العالم بفعل الحصار الإثيوبي. الحياة قاسية علينا جدا والاحتلال جاثم على صدورنا. هؤلاء فلذات كبدي يتضورون جوعا ويتألمون من هذا المرض ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئا. أنا حائر ولا أدري ماذا أفعل. طفولة مهانة تبحث عبثا عن حياة لم يرد لها من يسمونهم هنا بالمستعمرين أن تجد طريقا نحو الطمأنينة والراحة ولا حتى العيش كباقي البشر كما لاحظنا في جولاتنا المختلفة. مرض هؤلاء الأطفال يسبب قلقا آخر لأمهم التي تقول إن معاناتها تبدأ من الحمل، ومما يزيد قلقها قصر اليد وفقدان الرعاية الصحية والأدوية في إقليمها. لا يوجد طبيب هنا. أقرب مكان إلينا مدينة وردير، وحتى إذا وصلنا إليها بشق الأنفس لعلاج أطفالنا يعطوننا دواء يسبب تساقط أجسادهم. أنا محتاجة لما يساعدني لعلاج أطفالي. تحت هذه الشجرة يقضون يومهم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. لا هم في عداد الأموات ولا يعتبرون حتى في عداد الأحياء. صورة لا تعكس إلا غيضا من فيض. لا أحد يصل إليهم وسط هذه الغابات الموحشة ليسألهم عن معاناة تعجز الكلمات عن وصفها. دمعة أم لا تنقطع على ابنها المسجون أو المشنوق أو مثل هؤلاء الذين تنطفئ شعلة حياتهم رويدا رويدا دون أن يروا يدا تمتد إليهم للمساعدة. جامع نور، الجزيرة، أوغادين. الدقسي أي الكتاتيب طريقة قديمة لتعليم الصغار أبجديات القراءة والكتابة ما زالت تثبت مواكبتها أو بالأحرى تحديها للحياة التعليمية العصرية، لا سيما لدى الشعوب الفقيرة والمقهورة على أمرها. ففي أوغادين حيث الخوف والمجاعة والتخلف التعليمي تلعب هذه الطريقة في التعليم دورا فعالا في ربط الناشئة بتعاليم دينهم، يعتبرها الآباء فرصتهم الوحيدة. تعليم أطفالنا كما ترون، ليس عندنا مدارس وظروف حياتنا صعبة جدا. كل ما نستطيع اليوم فعله هو تعليم القرآن الكريم الذي هو فرض علينا جميعا. يبكر هؤلاء الأطفال بروح كلها ملء حب للحياة والطبيعة الساحرة التي تتميز بها منطقتهم. لا كراسي ولا كتب مدرسية، ذاكرة المعلم هي كل شيء. يكفي الطفل لوح منحوت من الخشب يكتب عليه بأقلام من عود الشجر، أما مدادها فمصنوع من الفحم ومادة لزجة تفرزها بعض الأشجار. ألواحهم التي يكتبون عليها القرآن من الأشجار وأقلامهم كذلك. ليس لدينا كتب أملي عليهم من حفظي فيكتبون. ما عندنا مصحف واحد، لا قراءة أبي عمرو ولا حفص ولا شيء. الدراسة تتوزع على فترتين صباحية وليلية لاعتماد أغلب سكان المنطقة حياة الرعي والتنقل. هذه النار ليست للطبخ ولا للتدفئة، وإنما ليستخدم هؤلاء الطلبة نورها في التعلم. كل شيء هنا يثير الدهشة. مثلا إذا كانت الهجائية العربية لا تعني لك سوى بدايات تستهل بها للكتابة والقراءة، فإنها تعني لهؤلاء شيئا آخر. اللهم احفظنا بالألف، اللهم احفظنا بالباء، اللهم احفظنا بالتاء. بهذه الاستعاذة يبدأ هؤلاء الأطفال دراستهم أملا أن تخطئهم الأخطار التي تحيق طفولتهم من كل جانب. وعلى الرغم من أن الكتاتيب تعد في التقاليد الصومالية مكانا مقدسا تأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد، فإنها فقدت قدسيتها في الصراع الدائر في الإقليم وطالتها نيران الاشتباكات المسلحة. في طريقي إلى الدكسي تساورني حالة من الخوف البالغ من أن تغتصبني القوات الأثيوبية أو تشنقني. قتلت القوات الأثيوبية 2 من طلابنا في هذا الصيف.
فهم إذن غارقون في بحر الآلام، ويبحثون عن قطرة أمل، بل عن قطرة رحمة لأنقاذ أرواحهم التي تكتوي بنار الحرب تارة، والجهل والمجاعة تارة أخرى. كل شيء ينتمي إلى الماضي هنا، ويقول سكان هذه المنطقة إن هذه الطريقة في تعلم القراءة والكتابة هي الفرصة الوحيدة المتاحة أمامهم، ويعتبرونها بمثابة تحد واضح لحصار قالوا إن الحكومة الإثيوبية فرضت عليهم. جامع نور، الجزيرة. الممتلكات بأوفر حظا، فأكثر من 20 قرية في أوغادين بين محروقة ومهجورة لا أحد فيها. الآثار على الأرض ما زالت تحكي بنفسها حول ما حدث. منازل المواطنين تحطمت وهي في انتظار من يزيح اللثام عن كارثة قلما سمعها العالم. لم تكن فكرة الوصول إلى هذه القرى والالتقاء بأهلها إلا نوعا من المغامرة، فالقوات الإثيوبية تسير الدوريات لتحول دون وصول المنظمات الحقوقية والصحفيين إليها. آثار الحريق ما زالت بادية على مدينة عادو في وقت عاد فيه بعض المواطنين إليها، لكنها عودة يخيم عليها الخوف والترقب. أحرقوا قريتنا فهربنا منها إلى الغابات القريبة. جاءوا إلينا وقالوا لنا إذا لم ترجعوا إلى القرية المحروقة فسوف نحرق ما تبقى من ممتلكاتكم، فاضطررنا إلى اللجوء إليها مرة أخرى. ففي كل بيت قصة يعيش أهلها أمل العثور عمن ينقلها إلى العالم الخارجي. تلك كانت أكبر مشكلة تواجهنا ونحن نتجول في غاباتها الواسعة، وكلما طال المقام هنا يدرك المرء مدى المعاناة. فهذه السيدة في 60 من عمرها، وهي الآن جدة تعيش مع ابنتها في هذا الكوخ بعد أن قتلت القوات الإثيوبية كما تقول أبنائها الثلاثة، والابنة هي الأخرى لم ترحمها الفجائع فقد قتل زوجها أيضا. أحرقوا البيوت، اغتصبوا النساء، وحتى نهبوا ما ادخرناه لأولادنا الصغار من الحليب والطعام، وزرعوا في